بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من اتبع هداه إلى يوم الدين. لاعبون أو لاعبين شرفاء أو لعيبة شرفاء. هكذا عودنا النادي الأهلي في انتقالات لاعبيه إلى الأندية الأخرى، سواء بالبيع أو الإعارة، أن كل لاعب يلعب بشرف وأمانة ومتنافس شريف أثناء لقائه مع النادي الأهلي، وأيضا في اللقاء أمام الفرق الأخرى. الأهلي بيطالب لاعبيه إذا استطعت أن تثبت وجودك أساسي مع هذه الفرق فإن الأهلي سيستردك إذا احتاجك في أي مركز من المراكز. العب لعبك بشرف وأمانة تعود للنادي الأهلي على الخير والسلام، عكس ما نراه من الأندية المنافسة. إذا خرج لاعب منها سواء بالإعارة أو بالبيع، إذا سجل هدف في بهذا النادي فإنه لن يعود إليه مهما طال الزمان أو قصر. وإذا نظرنا للاعبين الذين أحرزوا أهداف في الأهلي وهم يلعبون ضد الأهلي وهم من أبناء النادي الأهلي، وهم كثر في الدوري المصري ويسجلون أهداف في الأهلي، منهم من يحتفل وأغلبهم لا يحتفل بالأهداف التي سجلها في النادي الأهلي، وأهدافهم مؤثرة وبتضيع الأهلي بطولات، كهدف تعادل نيفل الأهلي في الوقت الضايع، وبسبب هذا الهدف الأهلي خسر بطولة الدوري. واللاعب عاد للأهلي الموسم الماضي ولكنه لم يثبت وجوده مرة أخرى، فالأهلي خرج من النادي الأهلي، لكنه سجل في الأهلي وعاد للأهلي، فهذا لا يفرق مع النادي الأهلي، لأن الأهلي يطالب اللاعبين أن تلعب بشرف ورجولة وأمانة حتى يحصل على مرتبات تكون شريفة، مال شريف. وهناك لاعبين